السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل عليه. بمناسبة قدوم الشهر الفضيل حبيت أعملكم وصفتين. هو الوصفة عبارة عن مربى البندورة ومربى البرتقال. يمكن تستغربوا وقت تسمعوا إنه مربى البندورة، بس هو فعليا كتير طيب، وحتى مربى البرتقال نكهتهم كتير طيبة ومميزة. حبيت أعملكم هالوصفة عشان تكون عندكم تشكيلة على السحور إن شاء الله. هي الوصفة من ستي وماما لهلأ بتساوي لنا إياها، وحبيت شارك الوصفة معكم. إذا عجبتكم لا تنسوا بالتعليقات تكتبولي. رح نبلش بدنا نقطع البردقان بهي الطريقة عشان ناخد القشر. فعليا الوصفة حتكون عنا بقشر البرتقال مو بالقلب. بنقشر البردقان من فوق ومن تحت ومنحززه مثل ما شفتوا مشان تطلع معنا القشرة متماسكة. هلأ بنقطعهم بشكل متساوي قد ما نقدر، نقطعهم بالطول مشان نلفهم. وقبل ما نبلش باللف تبعهم منزينهم بنشوف قديش طلع عندي تقريبا كيلو. وهلأ شوفوا الطريقة شلون رح ألفهم. مثل ما شفتوا بخيط وإبرة عم ساويهم، أنا بفضل هيك مشان ما يعذبوني بالطبخ وقت ساويهم. هلأ هيك خلصتهم، صاروا عندي حبال حبال، مو شرط نحطهم كلهم سوا. وهلأ متل مو شايفين أنا عندي مي نضيفة وفي عندي مي شوف شلون لونها متغير. هي المي كنت نقعتهم قبل بيوم فيها، بنقعن يومين بالمي بحيث إنه يروح المرار من البرتقال. شوفوا شلون المي متغيرة لونها من البرتقال. هذا المرار كله بيطلع من البردقان، بننقعهم لمدة يومين وبنغير المي عليهم. هلأ رح نبلش بالبندورة. بنقسمها بالنص متل ما شايفين، بنحاول نخلي القلب، بس بنقيم البذور والمي اللي بقلبها، وبنقيم هي القطعة الخضراء اللي فوق. كمان بعد ما نخلص تنظيفهم من المي بنزينهم، لأنه مرحلة الزين عنا كتير مهمة بعد التنظيف، إن كان البرتقال بعد التقشير والتظبيط وإن كان البندورة. هلأ عندي 200 جرام من الكلس، هذا بيحطوه لنقع البندورة. بنحط عليه مي، لتر مي لل200 جرام. أنا عم بعطيكم العيارات مشان ما تخربطوا، لو كترتوا شوي أو قللتوا ما بتفرق يعني. شوفوا هي بعد ما رقدت المي ونزل اللي عنا المحلول لتحت، بننزل بس المي اللي راقدة لفوق. بنحاول نغمر البندورة. شوفوا شلون اللي راقدة عندي المي هي ما بستخدمها. نحاول نغمرهم وبنحاول نحركهم، كمان بنخليهم يومين منقوعين. بنخليهم يومين منقوعين، بس هدول الفرق انه ما بتغيروا المي، بس بتحركوهم مشان يتقلبوا منيح وكلياتهم يوصلون المادة.
هلأ رح نبلّش بطبخ المربى البرتقال. عندي كيلو ونص سكر، ضفت له 3 لتر مي، حرّكتن منيح، بنحاول نطبخهم متل القطر، نحطّن على الغاز بس يغلوا نحطّلن تقريبًا نص معلقة صغيرة من حمض الليمون، وهلأ بس غلوا حطّينا حمض الليمون، بعد ما حطّينا حمض الليمون غلوا غلوة، بنضيف البرتقال، بنخلّيهم يغلوا غلوتين والنار يكون عالي، بعد ما يغلوا غلوتين بننوّص الغاز عليهن وبنخلّيهم تقريبًا ساعة، طبعًا مع التقليب والتحريك كل شوي ما بنتركهن. وهي النتيجة النهائية، عم فرجيكم إياهم بعد ما بردوا، شوفوا ما شاء الله، وطريقة فكهم من الحبل كتير سهلة، بس بتفكوا الحبل مطرح ما ربطناه وبينزلوا معكم إن شاء الله بكل سهولة. هلأ بدنا ننتقل لموعود البندورة، هي بعد يومين كيلو بحط له 3/4 الكيلو سكر، وبحط له لتر مي. مشان ما أطول عليكم الفيديو بنعمل متل أول طريقة، بنحط السكر والمي بنخليهم يغلوا، معلقة حمض الليمون، وبنحط البندورة فوقن بس يغلوا كمان غلوتين على نار عالية وبعدين بنغوص عليهم. بس مربى البندورة أكل معي وقت أكتر بالطهي، يعني أكل معي ساعة ونص تقريبًا. وهلأ هيك بنكون خلصنا أطيب وأشهى مربى عنا. صار عنا أنواع مربى 2 للسحور، باتمنى تدعوا لي إذا حبيتوا الوصفة. حطوا لي بالتعليقات ولا تنسوني من الاشتراك وابعتوا مشاركة لأحبابكم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنوني برمضان عم ساوي لكم وصفات كتير حلوة وشهية إن شاء الله.